الليزر والميزان البصري جهازين بنستخدمهم في مجال المساحة علشان نحدد المسافات والزوايا بدقة عالية. لكن في بينهم فرق كبير في طريقة العمل والاستخدام. الميزان البصري جهاز بنستخدمه في حساب الفروقات بين نقطتين مختلفتين باستخدام العدسة والسماعات، وبيشتغل من خلال مبدأ الرؤية المباشرة ما بين الجهاز والنقطة المطلوبة، والمساح بيكون محتاج يتأكد ان الجهاز افقي تماما علشان يقدر يحسب مسافات دقيقة. علشان كده بيكون في شوية جهد ووقت في استخدامه، خصوصا لو كانت الارض مش مستوية او فيها ارتفاعات. اما الليزر فبيكون جهاز متطور اكتر لانه بيستخدم شعاع ضوء دقيق جدا بيحدد بيه المسافات بكل سرعة ودقة. الليزر بيبعت شعاع ضوء على الهدف، بعد كده بيحسب الوقت اللي استغرقه الشعاع ده في الرجوع، وبالتالي بيحدد المسافة بدقة عالية. الليزر بيتميز بسرعته في القياس، وبنستخدمه في المسافات الطويلة او الاماكن اللي فيها صعوبة في الرؤية. فببساطة الفرق ما بين الليزر والميزان البصري هو طريقة القياس.